السلام عليكم. هيا وينكم الناس الكل منورين. السلام عليكم. السلام عليكم منورين. يا مساء النور، يا مساء الياسمين. هيا تجمعوا كلكم والموجود يكتب لي. أهلا أميرة الغالية، منورة. مساء الورد والياسمين. شنو أحوالك أميرة؟ لبس عليك. شحال صحتك؟ شحال الطقس معاكم؟ هيا قبل قصان الضوء خيتي عامل في الناس الكل قصان الضوء. الله غالب. ان شاء الله حتى احنا ما نقص شعرنا تو احنا في اللايف. مساكم ورد، مساكم ريحين. اليوم ان شاء الله باش نحكيو على زواج التونسي بالجنسية المصرية. كنا ديما نحكيو على زواج التونسية بالمصري، اما اليوم باش نحكيو على زواج التونسي بالجنسية المصرية. الصوت واضح عندكم؟ اهلا وسهلا، افخم دخول لكل الاحبه وكل متابعين صفحه سلطانه تونس. سلطانه تونس فود، صفحتنا كل ما يخص الطبخ التونسي والتاريخ واصالتنا التونسيه من الاكل واللبس والثقافه، وكذلك مواضيعنا القضائيه والاجتماعيه اللي نطرحوها عليكم من خلال هذا اللايف، وكل قصه وحكايه واقعيه. منورين، والموجودين الكل يقووا لي شويه في القلوب باش اللايف يتعرف ويتشاف، وما تهبطوليش ستيكر صور على الدردشه على خاطر يوقف لي اللايف ويعملوا سينيال وما يتشهرش برشا اللايف وما يتشافش. لذا هو كثروا في التعليقات وفي القلوب باش اللايف يتشاف. منورين عزيزتي، مرحبا ايناس. اشنو احوالك؟ شحال صحتك؟ لاباس عليك؟ يا مرحبا، يا مرحبا بكم. كما قلت لكم اليوم باش نحكيو على زواج التونسي بالمصرية. هيا تلمدوا الجماعة الكل باش نبداو نحكيو مع بعضهم. مرحبا بكم البنات الكل، منورين. ان شاء الله تكون الصفحة عجبتكم الايامات هذوما، نخدموا بزايد شوية على فيديوهات وعلى منشورات تاريخية شوية الايامات هذية. ان شاء الله تكون الصفحة عجبتكم. الله يعزك عزيزتي الغالية وربي يحفظك عزيزتي ساجدة وربي يخليك. يسرى مش وقتك راهو اللايف. منورين منورين، بارتاجيو اللايف البنات. نورك عزيزتي الغالية، والله محلاك ومحلى زينك انتي وتونسية مقدية محلاك. يا عايشة الزينة الغالية يا أميرة، وربي يقومك بسلامة عزيزتي ويخلص وحلك في وقته إن شاء الله. سجدة مرحبا بيك عزيزتي ومنورة الدنيا. عايشة الزينة، عايشة الغالية، بنتي اللي منورة الدنيا والله. ربي يخلي لك ويخلي لك اللي عندك ويخلي لك أهل بيتك الكل.
هاي نبداو البنات خاطر بين عليهم باش الجماعة الكل باش يتلمدوا. الله غالب. نبداو اللايف متاعنا ونبداو بصلاة على النبي باش نحكيو على زواج تونسي من الجنسية المصرية، وهذا تحت طلب المتابعين الصفحة. مقترحاتهم اليوم كانت ان احنا نتكلموا على الزواج التونسي من الزوجة المصرية والعكس، يعني المعتاد التونسيات يتزوجون بالمصريين. توا الفترة هذه صرنا نسب زواج المصريين اللي هما السيدات المصريات بالرجال التوانسة نسبة ارتفعت يعني. عليه أفضل ألف صلاة وسلام وزيدوا النبي صلاة وسلام. ونبدأ حلقة اليوم إن شاء الله على خير باش نقولوا الوثائق المطلوبة أولا للسفارة المصرية. الوثائق المطلوبة للسفارة المصرية على الأراضي التونسية. ساندي منورة شيري، منورة ساندي، أحلى دخول وأفخم دخول، منورين البنات الكل. باش نحكيو على الوثائق لاستخراج إذن الزواج، خاطر طلبوا مني المعلومة هذه للناس اللي يحبوا يتزوجوا في الأراضي التونسية، سواء تكون زوجة مصرية أو زوج مصري. بالنسبة للزواج على الأراضي التونسية من خلال السفارة المصرية بتونس نحتاج قيد ميلاد مصادق عليه من الوزارة الخارجية المصرية، بالمصطلح المصري موثق في الخارجية المصرية. نحتاج قيد فردي موثق بالخارجية المصرية. كمان نحتاجه في حالة انه هو الرجل او السيدة مطلقة او مطلق، نحتاج قيد الطلاق اللي هي شهادة الطلاق مستخرجة من السجل المدني وموثقة بشهر العقاري والخارجية المصرية. كما نحتاجه لو هما في حالة وفاة، يعني الزوجة أو الزوج المصري متوفي أو متوفية يجيب شهادة الوفاة وموثقة بالخارجية المصرية. أما نحتاج صورة للجواز السفر، نسخة واحدة لجواز السفر مع الاطلاع على الأصل من خلال السفارة. كما نحتاج صورة بطاقة الرقم القومي وبطاقة الرقم القومي مع إحضار الأصل للبطاقة. أما من الطرف التونسي نحتاج مضمون ولادة مصادق عليه من الوزارة الخارجية التونسية، شهادة عزوبية مصادق عليها من وزارة الخارجية التونسية. نحتاج زادة شهادة إثبات الديانة مصادق عليها من الوزارة الخارجية التونسية. وفي حالة الطلاق نفس اللي بيمشي على المصري بيمشي على التونسية أو التونسي، يجيب حكم المحكمة بتاع الطلاق متاعو اللي هو حكم الطلاق، استخراجه من المحكمة ب60 دينار تونسي، صورة من جواز السفر مع الاطلاع على الأصل، وصورة من البطاقة الشخصية مع الاطلاع على الأصل. هذه الأوراق المطلوبة في صورة أنه الزواج حيتم على الأراضي التونسية من خلال السفارة المصرية. موضوع اليوم نحكيه فيه على زواج التونسي أو التونسية بالمصري. بعد ما ذكرنا الإجراءات والأوراق نجيو نحكيه على الناحية الإيجابية في التعاملات بين البلدين. كنا في الفترة اللي فاتت سجلنا نسب زواج مرتفعة زواج التونسيات من الجنسية المصرية، وعملنا إحصائيات على الموضوع، لقينا نسب ارتفعت نسبة 30% من سنة 2016 للآن. هذوما اللي مسجلين ومدرجين من خلال السفارة أو القانونيين في تونس، غير الزواجات اللي تتم بطريق الصيغة اللي هي من خلال المحامي، اللي أنا زي ما بتعرفوني ما بحبش أقولها، الصيغة العرفية المدنية. في الفترة هذه صرنا نسجلوا حالات زواج التونسي
من تونسيات، من مصريات، انا اسفه. فالخطوه هذه خطوه ايجابيه للبلدين، انه هو صار في تعامل وتبادل بين البلدين، احيانا من باب الصدفه ومن باب الهزار او من باب يعني نقولوا نفسنا باللهجه المصريه. باش نحاول نحكي لكم باللهجه البيضاء، لانه معنا اخوات مصريات في اللايف. يجي مثلا واحده مصريه تقول لك علاش انتم التونسيات متزوجين ولاد بلادنا؟ نرجع ونقول كله قسمه ونصيب. نصيب، تعرفش انت نصيبك وين باش يهزك لاي بر واي مكان واي زمان. الفتره هذه صرنا بنسجل نسب زواج التونسيين من مصريات، يعني في الشهر ده مثلا تزوجوا 5 حالات، فهذه بادرة مبشرة بالخير، انه حيصير في تبادل صلة اكتر، حيصير في تعاملات دولية اكتر، بتفتح لنا افاق احلى وافاق احسن لكل الشعبين. لو نسب الزواج زادت بين الطرف البلدين في الزواج، الزوج التونسي والزوجة المصرية والمصري بالتونسية، كده الاجراءات والتعامل بين السفارتين والدول حتصير اسهل في الموضوع هذا، وممكن يفتحون اصلا الفيزا تكون فيزا حدودية في البوابات الدخول الديوانية لأراضي الوطن. نجيو ونشوفوا نلقاو مثال الزواج التونسي من المصرية فيها ايجابيات باهي حلوة، مبادرة حلوة، انه هو يكون في تبادل بين البلدين، ما يكونش حكر بس انه هي البنت التونسية تيجي تعيش في مصر. يعني بتصير كمان السيدة المصرية تروح تعيش في تونس وتشوف عالمنا احنا في تونس وتشوف حياتنا وتستقر في تونس، ويكون فما تبادل. فما نقاط اخرى برشا ناس يقولوا اختلاف الثقافات. سألنا واحد اليوم على الجروب يقول اختلاف ثقافات، احكي لنا على اختلاف الثقافات. انا مانيش شايفه اي اختلاف في الثقافه المصريه او الثقافه التونسيه، مع احترامي للكلام للاستاذ اللي قال في الجروب كده اختلاف في الثقافات. يعني تونس دولة شعارها الإسلام، البند الأول في الفصل الدستوري التونسي تونس بلد إسلامي، احنا عايشين بعادات وتقاليد إسلامية، كيما مصر دولة إسلامية عايشين فيها مسلمين وفيها مسيحيين، تونس فيها مسلمين وفيها يهود ومسيحيين في كلتا البلدين يعني. أما شعارنا الأساسي هو الدين الإسلامي في البند الأول والفصل الأول من الدستور التونسي. نرجع ونقول الثقافات، تونس مش كل ناسها متحررين، يعني اللي متربيين على أصول وفي عائلات، واللي متربيين في عيلة لها أصول ولها جذور وعايشين بعادات وتقاليد التونسية الأصيلة، وعايشين على الالتزام وعايشين على الاحترام. والبنت بتروح لجامعتها وترجع تروح شغلها وصاينة نفسها وبترجع لبيتها. الاختلاف مش موجود. ما نفس الحالة في مصر، البنت المصرية بنت الأصول، بنت الناس اللي متربية على بيت محترم وبيت كويس، هتمشي بنفس الأسس ونفس الحياة، هتكون كمان هي ملتزمة، هتكون كويسة. نيجي الناحية الثقافية في ايه مثلا، ممكن هو وجهة نظره مثلا في الناحية اللي التونسية تقولك انا ما بحبش حد يتحكم فيا. اهلا وسهلا اخويا حمدي، عاشق تونس ومنور اخويا حمدي، وربي يبارك لك وزادني شرف والله انك معنا في اللايف، وان شاء الله يكون اللايف عجبك يعني. ولو فما اي تعقيب اي حد يحب يعقب على كلامي يكتب لي في التعليقات اللوطه، وكما قلت لكم ما تنسونيش في القلوب باش اللايف يتحرك ويتشاف ويتشهر بين الناس ويخشوا الناس يتفاعلوا. نرجع ونقول البلدين
ليهم نفس الثقافة اللي هي الحضارة الإسلامية والدين الواحد. وما نرجعش نقول كان المسلمين جميع الموحدين بالله اللي هما ماشيين بأصول دينهم الأصلية وملتزمين، على خاطر يمكن يكون معانا حد مسيحي في اللايف أو يكون معانا حد مثلا ديانته أخرى، فإحنا بنحترم الديانات والمعتقدات. فبقول البيت المنشأ هو الأساس، مثل ما موجود الصالح موجود الطالح في كل بلد، مثل ما موجود الرجل التونسي ابن الأصول وابن الناس، موجود الرجل المصري ابن الأصول وابن الناس. زي مثلا موجودة بنت المصرية الجدعة اللي هي بنت عيلة وبنت ناس، موجودة في تونس البنت العيلة وبنت الناس. لذا احنا ما فيش عندنا اختلاف في التربية ولا في الأسس التربوية ولا في الأخلاقيات ولا في الدين. هذه نقطة. أكيد خويا غالي. فنرجع نقوله مثلا لللبس، مثلا في حد يقول لك انا كرجل الاستاذ اللي حط لي تعليقه اللي احكي على اختلاف الثقافات بين مصر وتونس. الثقافات بين مصر وتونس في اللبس مثلا ما فيش اختلاف، مع اكثر نسب التوانسه محجبات. جت حقبه في تونس، حقبه الحكم البائد بتاع بن علي، كانوا الناس ممنوعين من الحجاب فتره حقبه بن علي، وكانوا الناس لابسين حجاب ورغم هم في فتره الحكم بن علي وتعرضوا لمشاكل، اما التزموا بحجابهم وتحبسوا في بيوتهم وما يطلعوش من بيوتهم عشان مقتنعين بحجابهم. اما كيما عندنا المحجبات عندنا السافرات اللي هما مش محجبات. نفس الشيء في مصر، تلاقي المحجبة وتلاقي مش محجبة. اما مش الحجاب هو حكر للعفاء او النقي، ممكن تلاقيها مش محجبة اما تلاقيها محترمة، زي ما بتلاقي المحجبة ومش محترمة، زي ما بتلاقي صالح نلاقي طالح. نفس الشيء اللي قلناه. فثقافة اللبس مثلا في تونس ومصر ما فيش اختلاف. اما عن التحرر الثقافي، تونس ما بتحبش، السيدة التونسية ما بتحبش حد يفرض عليها فكره، بتحب تجادل وتتحاور في الكلام، ما تحبش حد يلزمها بالكلام ان هي تقول لها يمين يمين، لا، قل لها يمين وحاورها، اقنعها انه اليمين ده هتلاقي كذا. اكيد خويا حمدي، حضرتك يعني احسن من يمثل جمعيه التراث، التراث التونسي بتراث جمعيه تراثنا التونسيه على اراضي المصريه، وشرف لينا والله العظيم. انت وخونا عزيز غالي علينا يعني، ومصري بس بروح تونسيه وقلب تونسي. وكيف ما قلت انت، بما انك عرفت تونس من خلال 10 اعوام، حسيت ان الثقافه المصريه والتونسيه متقاربه. يعني حتى اللي بيجي على مصر ما بيقولش ان مصر انا حاسس بحاجه مختلفه، واللي بيروح على تونس نفس الشيء بيقول لك انا مش حاسس بحاجه مختلفه. لو هما حيعيشوا بنفس العادات والمعتقدات، يعني لو هما حيكونوا ملتزمين، لو هما حيعيشوا في الالتزام ده مش حيلاقوا اختلاف. وبالتالي نرجع لنقطة البداية، انه الرجل التونسي لو تزوج، اهلا وسهلا بجهاد، منورة يا جهاد، منورة جهاد، اختنا تونسية، اختنا مصرية متزوجة بتونسي، منورة يا جهاد. كما نلقاو، نرجع لنقطة البداية متاعنا اللي هو الزواج التونسي بالمصرية. مش هيكون في اي عائق يعني ثقافي او عائق ديني او عائق اجتماعي، لانه البلدين ما فيش عندهم اختلاف، ما فيش. يعني ممكن الاختلاف الوحيد فقط انه هو الرجل التونسي يكون يحب المرأة اللي معاه تكون تفكيرها مش محدود، بيحب تكون متفهمة وتكون متفتحة الفكر،
مش متفتحة الفكر يعني تكون متحررة شيء تاني، لا، متفتحة الفكر يعني لما بيتحاور معاها يلاقيها فهماه، مش بيلاقي واحدة مش فاهمة حاجة. فهمت دلوقتي؟ اما الرجل المصري نفس الشيء، يعني ما فيش اختلاف، انا ما شفتش اختلاف، انا كزوجة مصري مش شايفة اختلاف في النقطة دي. يعني انا لما بقعد مع زوجي مثلا لو هو قال لي الحاجة دي كده اتحاور انا وهو، لو هو اقنعني انا بنفذ، لو هو ما اقنعنيش نخشوا في حوار وليس جدال، حوار. من خلال تجارب ناس اخرى عاشوا نفس التجربه، زوج تونسي والزوجه مصريه. انا شفت حالات كتير توانسه موجودين في تونس مقيمين، ومصريات مقيمات في تونس، وجاتني رسائل قبل على المصريات مقيمات في تونس يقولوا اللي هم مرتاحين، ما فماش اي اختلاف مع الزوج التونسي. الحاجه الوحيده كمان تضمنها انت كما تتزوجي بتونسي ان هو مش عارف يتزوج عليكي، والزوج التونسي قانونه يلزمه ان هو يتزوج واحده فقط، والثاني ولو عايز يتجوز لازم يطلق الاولانيه. وزوجك من التونسي كذلك لو هو تم ادراجه من خلال السفاره اللي انت بتتزوج فيها، لو هو جالك على مصر وتزوجك في مصر، فانت لازم تدرجي عقد زواجك في السفاره التونسيه في الاراضي المصريه، عشان مضمون الولادة بتاعه في البلدية التونسية يتغير الحالة الاجتماعية من الأعزب إلى المتزوج على الأراضي المصرية في السفارة التونسية في القاهرة بتاريخ كذا، ويثبت الحالة المدنية بتاعته الاجتماعية إن هو متزوج في شهادة ميلاده، علشان ميجيش يتزوج واحدة مصرية. ومع تحياتي لإخواتي المصريات، وأنا مثل ما قلت في اللايف اللي فات بتاع يوم الخميس، أنا مش فقط مع التونسيات ولا مع التونسيين، أنا مع التونسيين والمصريين والمصريات رجالا ونساء. فأنا بنصح أي واحدة مصرية عايزة تتجوز تونسي، وهقولها لكم بالمصري، أي واحدة تونسية مصرية عايزة تتجوز رجل تونسي، لو هي هتكتب كتابها على الأراضي المصرية تعمل إدراج الزواج في السفارة التونسية باش تضمن، عشان تضمن نفسها، علشان شهادة ميلاده تتغير لمتزوج على الأراضي التونسية، فهو ما يسيبكيش انت معلقة في مصر كمراته ويرجع لتونس بيتزوج واحدة تونسية، عشان هو كده لو تسحب شهادة ميلاده من تونس ومش مدرج قسيمة زواجه في السفارة التونسية، لو تم الزواج في مصر ساعتها ممكن يتزوج واحدة تانية، لأنه في نظر القانون التونسي هو لسه أعزب أو مطلق أو أرمل. عشان كده احنا بنقول ايه؟ ادرجوا زواجكم في السفارة التونسية لو اتزوجتي تونسي على الأراضي المصرية. نفس الكلام نقولوه للبنات التونسيات اللي يتزوجوا من المصريين. يا رجل يا سيدي المصري، كون انت الحارس وحارصا على انك تدرج قسيمة جوازك في السفارة التونسية، مش زوجتك هي اللي تكون حارسة، انت اللي تكون حارس احرص منها على ادراج زواجك، عشان لما انت بتحرص انك انت تدرج زواجك تضمن لمراتك دي ما تحطكش في مصر وتروح تتزوج في تونس تاني، علشان هي لما بتتجوز في مصر هنا والزواج ما يتعملش ادراجه في السفارة، وانت ما عندكش حق تمنحها من السفر لتونس ولا لاي بلد، عشان التونسية باسبورها حر، والتونسية ممكن تسافر اي بلد بدون اذن الزوج، فانت ممكن هي تسافر لبلدها وتطلع شهادة ميلاد بتاعها تلاقيها مش متجوزة، عزباء او مطلقة او ارملة، ساعتها هي بتسيبك انت في مصر جوزها وتروح تتجوز واحد تاني من تونس وخلاص. اذا اضمنوا حقكم في الزواج. تمام؟ عندكم اي اسئلة تانية؟ مش عارفة انا مين معايا موجود، اثبتوا وجودكم وحضوركم. مش باين عندي في اللايف. اللي موجود معانا يصلي على النبي ويكتب اللهم صل على سيدنا محمد، اكتبوا صلاة على النبي.
صلوا على النبي. انشروا الرابط، لو معايا ساندي انشروا الرابط بتاع اللايف على جروب بتاع الاستشارات القانونية بتاعت الماسنجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. به نرجع ونحكيه في موضوع آخر اللي هو زواج التونسي من التونسية في نقطة أخرى، اللي هي نقطة إن في برشا رجال توانسة فاكرين لما يجوا على مصر هنا حيستقروا وحيشتغلوا حيلاقوا شغل حيلاقوا كذا. نحب نقوله أخويا التونسي، لو انت في نيتك تتزوج مصرية عشان تيجي بس عشان تشتغل على الأراضي المصرية او تاخد الإقامة المصرية، فنحب نقولك راعي حرمة الزواج، لأنه انت هتخش على باب زواج فلازم تلتزم بأصول الزواج. وعليكم السلام مدام إيناس، أحلى رجوع. اكيد خويا حمدي، من خلال اللايف متاعي ممكن توجه دعوه لتوانسه الكل، يعني الموجودين على صفحتي والمصريين واخواتنا المغاربه واخواتنا الجزائريين والعراقيين. عندنا متابعين كتير على الصفحه من كل الدول العربيه. كنا قبل نقولوا مثال للتونسية، انت باش تتزوج وتتغرب وتمشي لمصر باش تعيش غادي للمجهول كما قلنا في اللايف اللي فات. حاول تعرف الشخص اللي انت حتتزوجه بالباهي، تشوف الشخص هذا كويس مش كويس، تعرفه منيح ولا مش منيح، تختبريه. نفس الشيء نقولوها على البنت المصرية، بما انه عدد الزواج في الفترة هذه صار بدأ في التزايد، نقول لها حاول انك انت تعرف الشخص التونسي هذايا انسان محترم مش محترم، تسألي عليه، تحاولي تعرفي منه تفاصيل ومعلومات، وتحاول انك انت قبل ما تتزوج بيه يجيك على مصر. ولو هو جاك على مصر ربي يبارك لك اختي ايناس، ربي يبارك لك. ولما هو يجيك على مصر باش تتعرف عليه وتشوفه مباشرة ويشوفك مباشرة، هذه خطوة ايجابية للمصداقية في العلاقة، على خاطر كيما يجم هو يحكي معاك من وراء شاشة التليفون ومن وراء شاشة الكمبيوتر ويتواصل معاك تليفونيا وكاميرا، هذا الكل ما بيكفيش. لذا هو لازم يجيك لمصر، لو هو مستعد انه يضحي الرجل التونسي لازم يجي لمصر ويشوف البنت المصرية في بلادها ويتعرف عليها في بلادها ويشوفها مباشرة، ولازم يتعب شوية ويجيها ويقعد معاها ويتفقوا على الزواج باش تكون انت عارفة راسك من رجليك. نفس الشيء للمصري. نجيو ونقولوا احيانا شبيك انت تحكي الكلام هذا مدام، علاش شبيك تصعب في الامور؟ انا ماليش نصعب في الامور. المصري اللي يوافقوا له السفاره على الفيزا ما يقصرش عشان يطلع يروح على تونس. اما المشكله عند الجنسيه المصريه المصري انه هو ياخذ الفيزا والتاشيره صعبه جدا، بس التونسي ممكن ياخذ التاشيره الالكترونيه ويروح على تونس بسهوله، على مصر بسهوله. التونسي
طب ليه ما يجيش؟ والمصري كما قلنا في اللايف اللي فات، لو هو بيسعى، يا عمي انوي انت النية انك انت هتسعى في الموضوع، وقدم مطلب بتاع التأشيرة، وابعث سكرين للايصال للحبيبة بتاعتك اللي في تونس انك انت رحت السفارة وقدمت، بس تم الرفض. نفس الشيء للتونسي، اسعى انك انت تيجي، انت بتقدر تاخد الفيزا الالكترونية وتيجي تشوف البنت على اراضي وطنها قبل مرحلة الزواج وقبل كل شيء. مش عارفة الكتابة مش باينة. نحب نقول لكل متابعين صفحة سلطانة تونسي، ان شاء الله عندنا خرجة السفساري يوم 13 اوت في هذا الشهر اللي هو عيد المرأة التونسية، وتحية لكل سيدات تونس. لازم الكل يحضر معنا في تونس خرجة باش تتعدى من المدرسة السليمانية في المدينة العربي، مرور بباب بحر، مع العلم العرض الأزياء بالسفساري والجبة والشاشية واللبسة التونسية التقليدية، حتى المسرح البلدي. يعني المسيرة بتاعت الاحتفال بعيد المرأة وباللبس التقليدي التونسي باش تكون يوم 13 أوت 13 أغسطس، باش يتحرك الوفد الخرجة المسيرة باش تتحرك بتاعت الاحتفال والمهرجان من المدرسة السليمانية في تونس العاصمة من المدينة العربي، مرورا من باب بحر تونس. يعني الناس اللي قراب من باب بحر تونس يستناوهم غاديكا، يتجمعوا كلهم مع عمل العرض أزياء بالسفساري والجبة والشاشية التونسية واللباس التقليدي، حتى المسرح البلدي لرفع العلم التونسي وإلقاء التحية والنشيد الوطني. خرجة السفساري لعامها الثامن هذا على التوالي تحت رعاية جمعية تراثنا. وجهنا تحية جمعية تراثنا والشيخ زين الحارث، هو صديقنا وعزيز علينا. وألف شكر ليك أستاذ حمدي حورس على حبك لتونس وعشقك لتونس، وأنك على طول تحتفل معنا بكل مناسبات التونسية وتعرف تتكلم تونسي زاد أحسن من توانسة. هذه بالحق نعتز بها بالحق خويا، رغم انك انت مصري اب وام وجنسيه، اما قلبك وروحك تونسيه. ومن خلالك انت نعود ونعملوا نداء اخر نقول لهم نهار 13 اوت لكل متابعين صفحه سلطانه تونس، تتوجهوا الى اللي متواجدين في تونس العاصمه او في باقي الولايات، الدعوه مفتوحه. تتوجهوا الى عند مدرسه السليمانيه، المسيرة الاحتفالية حتتنقل من هناك على ساعة كم حضرتك؟ يعني صباحا صح؟ ابتداء من الساعة كم صباحا؟ مرورا بباب بحر مع العلم العرض الأزياء باش يكون بالسفساري التونسي والجبة التونسية والشاشية. يعني اللي باش يتواجدوا لازم يلتزموا باللباس التقليدي. والاتجاه إلى قصر البلدية، إلى قصر، والاتجاه بعدها باب بحر لرفع العلم في المسرح البلدي بوسط المدينة. أختنا إيناس تقول في الآخر نصيبه لربي يكتب ويصير، أما بالحق الأفضل قبل اتخاذ القرار الزواج والتعارف ناخذ الوقت البنت، لأنه في هذه الحياة مش لعبة عيال. صحيح أختي، نرجع ونقول لازم اللي يحبك يسعالك، وما فمش حاجة تجيب بالساهل. وعليش ما يهبطش؟ يعني الرجل التونسي يمكن ياخذ الفيزا بالساهل. ونعودوا ونقولوا نشجعوا جمعية تراثنا على راسهم اخونا الشيخ زين الحارث
وخونا حمدي حورس اللي هو ممثل ورئيس الجمعية التراث مع الأراضي المصرية، وكل اللي حب ينضم لجمعية التراث مع الأراضي المصرية من هذا المنبر ندعوهم للالتحاق بها على الأراضي المصرية من خلال خونا حمدي حورس، وهذا واجب علينا. وخونا التوقيت المسيرة عيد المرأة يوم 13 أوت على الساعة 9 صباحا، وحيكونوا على مستوى باب بحار تونس على الساعة 11 صباحا بتوقيت تونس. الحضور المسيرة حيكون بالسفساري التونسي والشاشية والجبة التونسية. واللي موجود معانا يكثرونا في القلوب، خليوا اللايف يتشاف، على خاطر اللايف عندي ما يتشافش برشا وما يجوش ناس برشا يتابعوا اللايف، على خاطر التفاعل قليل. حتى اللي موجود ما يحبش يكتب تعليق يكتب لي اب كتابيا وبينشرهم باش يكثروا لي نسبة التعليقات. نسبة التعليقات تخلي اللايف يشتغل. اليوم باش نحكي لكم حكاية من الواقع. حكاية اليوم من الواقع انه في واحدة صديقة لينا تونسية متزوجة مصري، وتم الزواج في مصر هنا. نجوى حبيبتي، احلى صحفية نجوى عمران، منورة ومنورة كل الصعيد المصري يمثلك، وانت رمز مصر، من بسميكي يعني أيقونة الصعيد، وأنت زهرة اللوتس. والله ربنا يخليك يا قلبي. نرجع ونقول إنه حكايتنا حكاية من الواقع. حكاية من الواقع إنه واحدة تونسية تزوجت مصري وجت لمصر، بقيت فترة في مصر هنا، وبعد اللي حصل انه هي جت في ليلة وجمرة قالت له سامحني انا ما نقدرش نعيش في مصر، انا مش متعودة بجو المصري ولا متعودة بالاصول والعادات بتاعتكم. اللي نرجع ونقولها في موضوع الحكايات، موضوع القضايا اللي رحناها والاستشارات، اللي هو الاستاذ اللي في الجروب يقول عليها الثقافة هي ان هي قالت احنا ما نجمش نعيش في بيت عيلة والعمارة هذه فيها الحماة والسلفة والاخت الراجل والكل يتحكم فيا ويخنقني، وما نحب نخرج وقت ما نحب ونحب نكون حرة نفسي، لا حد يتحكم فيا ولا حد يقول لي كيفاش ولا وين مشيت ولا وين جيت ولا شبيك لابسه اللبس هذا. مشيت قالت راجلها لا انا نحب نروح لتونس. رسالة هذه جاتنا من الاخ المصري مش من بنت البلاد التونسية اللي هي الزوجة. حكى لنا حكايته وقال وصلوا لي حكايتي للناس خليها تسمع بيا. خونا المصري قال انا بعد ما كنت نخدم على روحي ونشتغل وعندي مرتب قار، لقيت روحي باش نخسر مرتي اللي نحبها وباش نخسر ولدي اللي نموت عليه، وهي حلت لي في الجنة ذراع، فتحت لي ابواب الجنة في وشي. انت لما تروح لتونس انا حنساعدك وحتفتح مشروع وممكن نخلي حد ياخذ لك قرض من البنك، ومع الفلوس متاعك انت على الفلوس اللي انا باش نجيبها نفتحوا مشروع في تونس. قامت المدام اخذت سي الراجل وهزته للقصرين، والاستاذ المصري هذايا ما يعرفش معناتها قصرين. القصرين ولاية في تونس ريفية شوية، ما فيهاش كل وسبل للعيش، ولاية ما فيهاش رفاهية.
ولاية ما فيهاش مشاريع كثير. مشى للقصرين لقى روحه في هذيك الولاية ضايع. السكنة في بيت أبوها بعد ما كانت هي في شقتها معززة مكرمة في نفس البناية مع حماتها ومع سلايفها، صار هو ساكن مع أمها وأبوها وأخواتها في غرفة ومقيد. قال هذا يرضي ربي، أما أنا نقول مثالش كما يقول المثل التونسي على خاطر الورد يتسقى العليق. قمت أنا قلت مثالش على خاطر مرتي نضحي ونقعد معاها في بيت العيلة، مش مشكل حتى ربي ينوب والمشروع يوقف على رجليه ونشري بيت. مشيت عملت هي كيما هكايا، حلت له شنو، حلت له محل متاع عطارة عطرية تونسية اللي هو يسموها في مصر هنا محل سوبر ماركت صغير، وعملت لك العقود متاع المحل باسمها الإيجار، والمواد الغذائية جابتها باسمها، وكل شيء يملكه صار باسمها، وفتحت الحساب البنكي عندها حسابها البنكي، حطت عليه فلوس وهو اللي هزه معاه من تونس، من مصر لتونس. والراجل بعد ما كان بعزه صار يطلب من عندهم وساسي حق بكو الدخان متاعو وسجايره، ووليت تقول له هذاك الموجود وكل حاجة حاجتي وما عندك عندي. ولا خونا المصري ما عرفش ايش يعمل، ولا يتعارك معاهم ويتخانق معاهم، وكل شويه مشاكل وكل شويه ما نعرفش شنو، وولات فيها ضرب وهو ولا يضرب فيها، واهلها يدخلوا في النص بما انه هو ساكن في بيت اهلها، ومشاو يرفعوا بيه قضيه وشكوا بيه بالتعدي والعنف، وهو حب يقول لهم راهم هذوك فلوسي، قالت لهم لا سيدي القاضي هذوك فلوسي انا، هو ما عنده شيء، انا واخذه قرض والفلوس اللي جابهم من مصر هذوك كانوا فلوسي انا في مصر عنده غاديك مهري، اذا هو ما عنده شيء. يقول خونا المصري هذايا انا كنت نايم في بيتي في شقتي في عمارتي في وسط اهلي في بلدي متصان، وليت انا نايم في كافيه على كرسي، وليت نايم في المحطات، والاخوة توانسة ما قصروش يعينوني ويساعدوني، والاخوة توانسة خدموني بعد ما كنت نخدم موظف في مصر ومرتب وكنت مرتاح، صرت انا نخدم صانع في مقهى، نادل في مقهى. نرجع ونقول راهو الباهي الانسان المحترم في كل بلاد، والانسان الطالح في كل بلاد، والانسان المش محترم والانسان الطالح في كل بلاد. السلطانة ما تجيش تحكي على بنات بلادها وديما متحامية لبنات بلادها، لا، انا نحكي مع الحق. خونا هذا يقولك نحب انا رسالتي توصل للمستمعين من خلال صفحتك، على خاطر نحب اخواتي المصريين اللي كيفي ما يعطيوش الجنب ويأمنوا لزوجاتهم كيما هما ما يحبوش يأمنوا لزواجهم. اما انا شو نقول لك خويا، ونقول لك الانسان لو ما فيش ثقة متبادلة بين الطرفين الزوج والزوجة من اول مرحلة التعارف، يبقى ما فيش خطوة الزواج تتم احسن. لانه زي ما احنا بنشوف حالات تونسيات يجوا على مصر هنا
والزوج المصري يعرف اللي مراته في تونس عندها فلوس، يخليها تجيب فلوسها ويقول لها حتفتحي مشروع في مصر وحتكسبي فلوس، تجي مصر تصرف فلوسها على ما فيش، او يجيب لها فلوسها وتتصرف على تشطيبات الشقة بحجة اني انا شقتي متواضعة وانتي متعودة في اهل بيتك عايشة في مستوى. لو انت تحبي تعملي تشطيبات او تغييرات في الديكور مفيش مشكلة، تعالي وشطبيه. ما تكملش السنة جواز وتلاقيها في الشارع وبتكتب على جروبات وعلى الصفحات انا اتنصب عليا في فلوسي من جوزي، وبعد كده ايه اهل جوزي اخدوا كل حاجة ورحت انا بدون فلوس وصرت بدور ازاي اروح لتونس او كيف اعيش. نحكي معاكم باللهجة المصرية وبين اللهجة التونسية والمصرية اللهجة البيضاء باش الناس تفهمني. ما نحبش الناس من بعد تنقدني تقول انت كيفاش تونسية وحاطة علم تونس وراك وتحكي باللهجة المصرية. انا نحكي باللهجة المصرية واللهجة البيضاء باش المصريين اللي معايا في اللايف يفهموني، على خاطر معايا برشا مصريين في اللايف. لذا شو نقول لها البنت التونسية اللي جابت فلوسها وحطتهم، نقول لها اختي انت من الاول عارفه روحك جايه للمجهول، انسان تعرفت عليه في مده عام، عام ونص، عامين من خلال الانترنت، او تعرفت عليه صدفه في مكان وهو جنسيه مختلفه عنك وبلاده واهله وناسه مش هما نفس بلادك، وجايه تقيم فيها. كيف انت تسلم رقبتك وتسلم مالك وتسلم كل شيء ليه، مع العلم ان هي تعرف اللي احنا كتوانسه ما احناش نتعاملوا كالمصريين في الزواج. باش تقولي كيفاش؟ باش نقولك المصريين عندهم قائمة في الزواج، قائمة الزواج كل ملتزمات البيت، عفش من الإبرة للفتلة للثلاجة للبوتاجاز كله يتكتب باسمها. في صورة طلاق، في صورة أي مشكلة تاخد عفشها كله وتاخد القائمة بتاعتها وكمان تاخد الفلوس، وممكن لو العفش اتلف بيقيموه ماديا. واحنا كتونسيات لما نيجي نتزوج مصري ما عندناش قايمه، وفي كمان اللي بيتزوجوا بدون مهر، وفي كمان اللي بيتنازلوا على حقهم كله، ومن بعد يرجعوا شو يقولوا احنا اتغشينا. نرجع لخويا اللي هي الحكايه من الواقع، نقول خويا انت غلط، انت المفروض تكون تاخد نفسك وتاخد مرتك وتهبط اجازة لتونس عطلة لمدة شهر شهرين ثلاثة، والسفارة التونسية تعطيك فيزا لمدة 3 شهور إقامة على الأراضي التونسية، مش فيزا تأشيرة سفر، إقامة على الأراضي التونسية لمدة 3 شهور كزوج تونسية، وتنزل تعيش في وسط أهل زوجتك 3 شهور وتعيش في البلاد وتشوف المشاريع في البلاد باش تنجح. تشوف في صورة مشروعي ما نجحش انا باش نلقى شغل في نفس الولاية هذيك، تعمل بحث شامل على الموضوع، مش من بعد انت تقرر تسيب شغلك وتقدم استقالتك من شغلك وتاخذ اللي وراك واللي قدامك من مال وتطلع به لتونس. وهذه كانت حكايتنا من الواقع، وان شاء الله تفيدونا انتم وتعطونا رايكم في حكايه صديقنا واخونا المصري المقيم في تونس وعن قصته، وان شاء الله اكون افدتكم في موضوع زواج تونسي بالمصريه، وان شاء الله الاخت المصريه تكون فهمت الرساله متاعي بين الاسطر لما تتزوجي بتونسي شنو لازم تعمل باش تضمن حقك كزوجة لتونسي. نرجع ونقول ما فماش اختلاف في الثقافتين البلدين، كل ما فما احترام متبادل وعيلة وقلب عيلة واصول في العيلة، والعيلة ربت بناتها على الاصول وعيلة ربت ولدها على الاصول، فالبلدين ما فماش اختلاف في العادات والتقاليد والاصول. اما الاختلاف في الثقافات نرجع ونقول مثال ايش يقول لك هما يعبروا عليها مصطلح اختلاف الثقافات، انه مثلا واحده تونسيه تقول لك انا ما نحبش حد يتحكم فيا،
تسكن في شقة مثال في نفس العمارة نفس البناية مع حماتها مع سلايفها، تقولك انا ما نحبش حماتي، تبدا كل شوية انت مين كلمت، انت خرجت فين، انت جيت منين. هذه النقطة الوحيدة اللي ممكن تعمل شوية مشاكل بين الزواج تونسية بالمصري. اما كزواج تونسي بالمصري ممكن هي لما تروح لتونس تلقى نقطة واحدة اللي هي صعيبة فيها، ان هي مثل طريقة الحياة شوية مش سريعة، يعني في شوية روتينيات في الحياة اليومية. الرجل التونسي نفس الشيء عصبي شوية، فلازم تعرفي كيف تكسبي زوجك التونسي. نفس الشيء الرجل المصري صعب، بس نفس الشيء عارف يكسبيه. فما فيش اختلاف بين الرجل الشرقي، لأن الرجل العربي الشرقي له دين وله أصول واحدة، والست كذلك نفس الشيء، يعني فنقول الأصول هي واحدة. والله نجاوبك انا على الموضوع استاذ حمدي. مش الموضوع الرفض الفيزا للمصريين. انا سبق وكنت قعدت مع سعادة القنصل، سألته هو علاش الفيزا للمصريين تترفض برشا. قال لي الموضوع انه هم خايفين من الهجرة الغير شرعية، لانه برشا مصريين يسافروا من مصر لتونس مجرد ان هما حيعدوا الحدود الاوروبيه، غير اللي هما يمشوا بنيه ان هما سياحه ويستقروا في تونس ما يرجعوش. فقال لي احنا نديو الفيزا لمن اكتملت فيهم الشروط. الشروط عباره عن ايه؟ الشروط لازم يكون معاه كشف بنكي لمدة 3 شهور، المبلغ اللي فيه مش أقل ب150,000 جنيه مصري. يكون عنده وظيفة قارة حكومية، ولو عنده وظيفة قارة حكومية يجيب ما يثبت شهادة من الجهة اللي بيشتغل فيها شهادة العمل دي. كذلك هو يجي لو هو شغله خاص ويجيب السجل التجاري بتاعه. لو هو نازل على سياحة فقط يعمل حجز الفندق وتذكرة الطيران، حجز الفندق وتذكرة الطيران يقدمهم مع الملف. تجي تقول لي ممكن يترفض، نقول لك ممكن تعمل حجز أولي. اوكي. اما اللي ماشي على غرض الزواج في تونس، الزوجة التونسية تخلي ابوها ولا اخوها ولا حد مسؤول في العيلة يبعث له دعوة مكتوبة ويتم عليها تعريف بالأمضة في البلدية، وتبعثها له دعوة حضور زيارة عائلية، ومن خلالها يحطم هو مع الأوراق المطلوبة منه هذوما، والسفارة توافق له على الفيزا والتأشيرة. هذا اللي قاله لنا سعادة القنصل. أي سؤال آخر اخواتنا قبل ما نكمل اللايف؟ خدينا من وقتكم برشا اليوم، وإن شاء الله اللايف يكون عجبكم. نشوف الواتساب، ممكن حد بعثنا رسالة على الواتساب. عنا صديقة تونسية متزوجة بمصري بتبحث عن عمل، هي تتقن اللغة الفرنسية، فمن يعرف شغل في كول سنتر أو عمل باللهجة الفرنسية باللغة الفرنسية ياريت يبعث لي على الخاص يخلينا نلقاو لها شغل. ونذكروا حكايتنا من الواقع متاع الأسبوع اللي فات، التونسية اللي تعرضت للتحايل عليها والكذب، هي الآن بتبعث لي في رسائل تقول لي ما فماش تفاعل مع قصتي. علاش؟
انا مش طالبه من الناس ان هم يشوفوا لي خدمه باش نعرف نكري ونرقد وناكل، على خاطر انا ديجا مش لاقيه خدمه ومش لاقيه شغل. نحب شغل في اي حاجه، كمدبره منزل، مربيه، جليسه كبار السن. هي اشتغلت شيف وهي تندت مرة أخرى وتقول لكم لو سمحت ساعدوني ساعدوني باش نأجر شقة ونشوف شغل ونخدم فيه. وقالت أنا نخدم كل شيء معناتها، حتى لو في محل كوافير، في أي شيء، مطعم. هي اشتغلت مساعد شيف، فياريت تتفاعلوا معانا اخواتي وتشوفوا لها شغل في مجالات هدية. نقول لكم قبل ما نوفيو، خونا حورس بيقول دعوة من الشركة التي تتعاون معها في تونس موجهة باسمي، وكمان كشف حساب بنكي ومن الشركة بتاعتي، وبطاقة التعريف متاعي فيها كل شيء موثق. والله غالب دكتورة أنا قريب تيسر الأمور ونعاود نزور تونس. خلي الشيخ بالحارث يبعث لك دعوة حضور، ويعمل لك يعمل لك شو اسمه ده، محمد رسول الله، يعمل لك ورق قانوني انك انت اللي ماسك جمعيه تراثنا في مصر، ويكون موثق من خارجيه تونسيه، ويبعث لك دعوه زياره واجتماع للجمعيه، وتحط له ورق هذوما في الملف بتاعك، يعزز الملف. الورق هذا يعزز الملف بحق، كي تحطه في الملف بالسفارة بيعزز لك الملف. والشيخ الزين بالحرف يبعث لك دعوة لحضور اجتماع الجمعية. نعود ونرجع نقولوا ربي يهني الناس الكل، وربي يبقيكم على خير ويسترنا ويستركم مجمعين، وربي يوسع رزق الناس الكل. وان شاء الله تكون افدناكم اليوم ببعض المعلومات، ببعض النصايح، حكايه من الواقع، حكايه خونا المصري ربي يفك كربه ويرجعه لبلاده. ان شاء الله نكون عجبناكم اليوم في الحلقه ونكون افدناكم، ويا ريت ديما تتواجدوا معنا بارائكم وباقتراحاتكم في المواضيع اللي نقترحوها، وتفاعلاتكم معنا على صفحتنا تزيدنا شرف وتزيدنا عزوة وتزيدنا قوة وتزيدنا صمود ان احنا نخدموا اكثر واكثر واكثر باش نرفعوا رايتنا ونعرفوا ببلادنا ونعرفوا بمصر وبرايتها، لانه تونس ومصر بلد واحد اشقاء. احنا صرنا بلد واحد، دم واحد، تزاوجنا، تصاهرنا، تناسبنا، صرنا بلد واحد ودم واحد. ونستودعكم بالله، وما رضاء الله الا برضاء الوالدين، وربي يرضي علينا والدينا. ونشوفكم على خير في لايف الجاي ان شاء الله، وملتقانا كيف ما تعرفوا كل يوم احد، كل يوم اثنين ويوم الخميس. ملتقانا كل خميس واثنين من كل اسبوع على الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، الساعة 8 بتوقيت تونس. ان شاء الله نشوفكم على خير، وربنا يوفق الجميع، وان شاء الله تكونوا بأسعد الأيام وأسعد الأحوال، وأترككم في أمان الله. ليلتكم سعيدة إن شاء الله.